ظننت أنني الوحيدة في الرسالة التي لم تكن لي. لم أكن زوجة مهملة، ولم أكن امرأة ضعيفة. كنت فقط أحب أكثر مما يجب. اسمي ريم، متزوجة منذ 5 سنوات من رجل اسمه عادل. كان قليل الكلام كثير العمل. يقول دائما: أنا أتعب اليوم لتنعمي غدا. وكنت أصدقه. في مساء عادي وصلني إشعار على هاتف زوجي وهو في الحمام. رسالة قصيرة لكنها كسرتني. اشتقت لك، متى نلتقي؟ لم يكن اسمي ولم يكن أسلوبي. أغلقت الهاتف فورا. أقنعت نفسي أنها رسالة خاطئة، لكن القلب لا يخدع. لم أفتش، لم أصرخ، راقبت فقط. لاحظت أنه يبتسم لهاتفه، يخلق الأعذار. أصبح غريبا، قريبا من الجسد، بعيدا عن الروح. الخيانة لم تكن صاخبة، كانت صامتة مهذبة مؤلمة. في أحد الأيام تبعته. رأيته يدخل مقهى صغير. جلست بعيدا ورأيت امرأة تدخل. لم تكن جميلة جدا، لكنها كانت تعرف كيف تلمسه بحديثها. ضحك معها ضحك لم أره منذ سنوات. في تلك اللحظة لم أبكي. شعرت أن شيئا بداخلي انتهى. عدت إلى البيت، حضرت العشاء، ابتسمت، وعندما عاد قال كعادته: أنا تعبان. نظرت إليه وقلت بهدوء: وأنا أيضا. لم أسأل، لم أواجه. اخترت الصمت، لأن الحقيقة أحيانا لا تحتاج اعترافا. بعد أسابيع اكتشفت الحقيقة كاملة. لم تكن مجرد امرأة، كانت زوجة ثانية. تزوج سرا وترك لي الفتات. البيت، الصمت والانتظار. قال لي لاحقا وكأن الأمر بسيطا: كنت خائفا أن أخسرك. ضحكت. لم أطلب الطلاق فورا، طلبت مهلة، وخلالها نقلت كل ما يخصني باسمي. رتبت عملي، جهزت نفسي نفسيا، وفي صباح هادئ تركت له رسالة: الخيانة ليس أن تحب غيري، الخيانة أن تبقيني زوجة في الظل. رحلت دون صراخ، دون فضيحة. وبعد سنة لم أعد زوجته الأولى ولا الثانية. أصبحت نفسي وهو يبحث عن امرأة تصمت مثلي ولم يجد. أحيانا الخيانة لا تكسرنا فورا، بل تعلمنا كيف نغادر بكرامة. انتهى.